اكيد معظمنا ان ما كانش كلنا قابله قبل كده فيديو من فيديوهات دكتور ضياء العوضي، او زي ما بيتقال كده دكتور العوضي على السوشيال ميديا. الفيديوهات اللي انا شخصيا كنت بتمنشن فيها واللي الناس كانت بتجيبها لي مخصوص وتبعتها لي، وده لان بعض اراءه في الفيديوهات بتخالف المعلومات الطبيه اللي احنا بنقدمها للناس. وبعد البحث في الموضوع لقيت ان دكتور ضياء عامل نظام غذائي خاص بيه ومسميه نظام الطيبات. ربنا يجعلنا جميعا يا رب من الطيبين والطيبات. النظام اللي من وجهة نظره ان هو استشفائي ووقائي، هو قالها كده بالظبط، وبينفع لاي حد من اول 3 شهور لحد 80 سنة. طب قبل الثلاث شهور ما نعرفش، طب بعد ال 80 سنة برضه ما نعرفش. والنظام ده بيعتمد على ان هو بيحدد مجموعة من الاكلات لازم الناس تلتزم بيها، ومجموعة تانية من الاكلات ما ينفعش الناس تقرب لها ولا حتى تشم ريحتها، وده طبعا علشان تحافظ على صحتها. وفي نفس الوقت النظام ده شايف ان الناس ما ينفعش تعتمد على الادويه الطبيه اللي الدكاتره بتكتبها، لان الادويه دي من وجهه نظر النظام ملهاش اي لازمه، بل وبتضر الجسم. ولان حياه الناس مش لعبه وصحتهم بتعتبر خط احمر، فهنا كان دورنا اننا نتدخل وناخد بقى شويه الاراء الجدليه دي ونفنطها نشوف ايه الصح فيها وايه الغلط. وده اللي احنا ان شاء الله هنعمله في الفيديوهات الجايه. فلو انت عندك بقى اي راي طبي او معلومه طبيه ملخبطاك كده ومسببه لك قلق، تقدر ان انت تسيبها في الكومنتات واحنا هنجاوبك عليها. وكمان تقدر تتابع الفيديوهات الجايه علشان تقدر تفرق بين الصح والغلط. وبس كده، انا دكتور مصطفى فرحانه، ويا رب دايما تكونوا بخير. سلام.